سلام، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم اقتراحي غادي يكون كما راكم تشوفوا القريوش اللي الشكل تاعه ممكن يكون جديد بالنسبه لكم، اللي راه يدور بزاف، راه داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي على حسب الشكل تاعه. كاين بزاف اللي يحسبوه صعيب في التشكيل، ولكن ساهل بزاف على لي موديل الكلاسيكيين. ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه والمقادير باش تعرفوا الطريقه باش نشكلوا هذا القريوش الساهل المهل. هنا عندي ندير لكم كميه قليله ولكن غادي تقطع كميه كبيره. عندي تاع الرطل تاع فرينه غندير له 125 غرام تاع مارغرين، يعني كيلو. استعملوا معاه نص نص رطل اللي هو 250 غرام. هنا كما قلت لكم غادي ندوبو 125 غرام، يعني نص علبه صغيره. عندي الفرينه باش نكيلها لكم اللي ما عندهمش الميزان. رطل هي 3 كيسان، والكاس الرابع خاصها شويه باش يتعمر. غادي نقلعوا منه ملعقه باش تفهموني مليح. الرطل قلعنا مع منه ملعقه. اذا درتو كيلو تقلعوا زوج مغارف. غنديروا نص ملعقه صغيره تاع خميره فوريه، خميره الخبز، رشه تاع ملح تكون مليحه. وعندي علبه تاع خميره الحلوى، نخلو منها غير شويه، يعني نديروا ملعقه ونص، ملعقه صغيره ونص. بعد ما ذوبنا المارغرين تاعنا وخليناها بردت شويه، نديروا حفره في الوسط. هنايا ضروري تستعملوا قصعه ولا اناء كبير، لانه غادي نبسوا هذا القريوش، ضروري نبسوا بيدينا للزوج. نسحقوا اناء يكون واسع. هنا زدنا حبه تاع بيض، ضربناها ودرنا النصف تاعها. في الكيلو ديروا حبه كامله. هنا بزاف وصفات تاع قريوش ممكن يستغنوا على البيض وتجي لاباس به، ولكن اذا كان موجود معكم بيض ضيفوه، غادي يزيد اضافه مليحه. زدت ملعقه كبيره تاع خل مع الخليط كامل ونبسوه كما راكم تشوفوا، نبسوه مليح مليح. ندخلوا كامل هذاك المارغرين ودوك المواد اللي درناها في الفرينه بهذا الشكل. هنايا كاين بزاف بعض الاماكن هنا هذا يغربلوا هذا الخليط، ولكن كاين بزاف اللي ما يغربلوش. هنا جبت الكاس اللي كيلت به الفرينه اللي هو 3 كيسان، والكاس الرابع ماشي معمر. درته ماء ونشوفوا القياس، لانه نعرفوا الفرينه ماشي كيف كل فرينه ونروحها. هنا ضروري ديروا ترشوا غير بشويه. هنا العجينه تاع قريوش باش تجيكم ناجحه ما لازمش تجروها، ماشي كيما عجينه البقلاوه ولا عجينه سامسه ولا دي، تكون حاكمه روحها، شاده روحها. كل ما تكون شاده روحها العجينه، كل ما التشكيل ولا الشكل تاع قريوش يجي واقف ويجي حاكم روحها ويجي باين. كما راكم تشوفوا هنايا خرج لي الكاس، ما درتهاش كامل على حسب كما قلت لكم نوعيه تاع الفرينه. رشوا غير بشويه حتى تحصلوا على عجينه مدابيه تخلوها يابسه، اكثر من هكا يابسه. هنا هذا هو الكاس، ما كملتهاش كامل. هنا نشكلوها كرات على حسب الحجم اللي ممكن ديروه. اذا كان عندكم بلون طرافاي واسع ممكن كره كبيره تحلوها خطره واحده وتشكلوها، ولكن اذا كان عندكم بلون طرافاي صغير ديروها صغيره على حسب طاوله العمل تاعكم اللي تخدموا بها. نديروها في كيس بلاستيك وندخلوها في الثلاجه 10 دقائق ولا ربع ساعه ترتاح. هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا نجيبو نحلوها بالحلال. هنا باش ما يبقوناش لي شيت بزاف ولا هذوك الزوائد بزاف، مادابيا نحلها مستطيل ولا مربع. ما نحلوهاش هكا دائريه كما بكري امهاتنا ولا اللي كانوا يحلوا العجين يحلوها هكا دائري. نحلوه مستطيل باش هذوك الزوائد يبقوا لنا حاجه قليله. ونعاودوا هذوك الزوائد نديروهم في كيس، ونعاودوا اذا خرجت لنا كميه كبيره تاع زوائد نعاودوا نحلوها ايضا، نعاودوا نخدموها، ما غاديش نقيسوا اكيد. هنا مادابيا تحلوه رقيق. هذا العجين ما يكونش خشين بزاف. ونجيبوا ضروري مسطره باش نشكلوا بيكونوا الحبات كامل نفس القياس. هنا ندير الطول 13 سنتيم حتى 14 سنتيم اللي بغوا الحبه كبيره في الطول، وفي العرض تاعها 10 سنتيم كما راكم تشوفوا. الطول 13 حتى 14، والعرض من 10 حتى معليش ممكن تروحي حتى 11 سنتيم. هنا قطعنا العجين تاعنا بهذا الشكل، ونديروا خطوط هكا تكون قريبه على بعضها. ممكن تخرج لك 10، ممكن 11، ممكن 12، نتيا ولا سباس ولا كي تبغي ديريهم. هنايا نجبدوا الحبه تاع قريوش تاعنا، وضروري نحلوا كامل هذوك الفتحات تاع القريوش اللي درناهم، ما نخلوهمش ملاصقين مع بعضهم. ونطوها على 2 تماما، ونحلوها في الوسط ونلوها زوج ليات ونعقدوها من ومن
ونقلعوا الزائد بالجراره. انا نعاود نوريكم حبه نزيروا على الجراره باش تعطينا خطوط تكون مليحه. نحلوهم كامل ما نخلوهمش متشبكين ما نخلوهمش لاصقين، ونطوي الحبه على 2 طبقوها على 2 كما راكم تشوفوا. ولكن كما قلت لكم نحلوا هذوك الخطوط اللي درناهم بالجراره ونطووها على 2 تماما. نحلوا غير بيدينا في الوسط، نحاولوا نوصلوا الوسط ونلووه على بعضه ساهل ما فيه لا تشباك لا تخراس لا والو. هنا نزيروا منه نقطعوا داك الزائد هكا باش تجي حبه متحوفه. وماذا بيا نزيدوا ايضا نحلوه نرخفوه هكا باش يجوا هذوك الخطوط ما تجيش متلاصقه مع بعضها. هنا نرفد القطعه تاع العجين اللي درناها ونقلعوها كما راكم تشوفوها، كما ما نخلوهاش في بلاصتها باش يجينا هذاك التقبال ولا ساهل ولا هذاك الحل تاع العجين ساهل. كما راكم تشوفوا لابد ضروري انكم تفرقوا هذوك الخطوط على بعضهم باش تجينا حبه شابه. نحلوها مليح، نعاودوا نطبقوها على 2، ومن نطبقوها على 2 نحلوها غير بيدينا. نلقوا العجين مع العجين القنت مع القنت نحلوه كما راكم تشوفوا غير بيديا، ونلووه ليا والثانيه زوج ليات نلووه العجين على بعضه بهذا الشكل. نقلعوا منه من الزوائد حاجه قليله عجين ونعاودوا نفرقوه بهذا الشكل. نظن باللي راكم فهمتوا، حاجه سهله ماشي حاجه صعيبه. كما قلت لكم باش تجيكم سهله وداك العجين ما يغبنكمش ترفدوا القطعه تاع العجين وتخروها من بلاصتها، تخلوهاش لاصقه في بلاصتها البلاصه اللي حلينا فيها هكا باش هذوك التخبال اللي درناه ولا هذاك الخطوط تاع الجراره يتحل لنا بكل سهوله. هذه هي اللي يبغوا الشكل الجديد تاع القريوش ساهل بزاف، واللي من المبتدئات ايضا غادي يجيهم ساهل، وان شاء الله تجربوه وتردوا لي الخبر ان شاء الله. هذه هي. وطبعا كما قلت لكم الرطل تاع فرينه غادي يقطع لكم كيلو تاع قريوش بعد ما نقلوه ونعسلوه. هذه هي الحاجه مليحه في القريوش انه يغرم بمقادير بسيطه وقليله تعطيكم كما نقولوا كميه لاباس بها تاع قريوش، خاصه عندما يطيب غادي كاع يدوبل يضاعف الحجم تاعه. هذه هي. بعد ما كملنا كامل الكميه نجيبوا اكيد زيت غازير القريوش ماشي ما نقلوش في مقله ولا نديروا زيت غازير يعني طاجين يكون عندك قديم ولا تخلوه سبيسيال غير هذا الامور تاع القليان الحلويات المقليه ولا القريوش ولا المقروض. وديروا زيت غازير وتدخلوا الحبات بدرجه حراره تكون متوسطه ما تكونش عاليه بزاف باش الحبه ما تحمرش بالخف ومن الداخل تقعد خضراء. واكيد ايضا ما تكونش النار ناقصه بزاف هكا يقعد غير يشرب في الزيت وما يطيب لكمش بالخف. وما ديروش بزاف الحبات، هنا ماذا بيا كل حب زوج حبات ولا ديروهم تقيسوا عليهم في الزيت هكا باش هذاك الاخر ينتحل وتجي الحبه هكا واقفه وتجي محلوله وشكلها شباب. نكثروهم الحسل اكيد نديروا في كسكاس يكثر، وهنا تخلوه يبرد شويه هذا القريوش ما تعسلوش مباشره ما ديروش في الحسل، تخلوه يبرد شويه ومن بعد تعسلوه. واذا حسيتوا ان قريوش برد بزاف دفوا الحسل تاعكم ما ديروش هكا بارد باش يتشرب يعطيكم نتيجه مليحه. هذا هو القريوش تاعنا. ايضا درت حبات من الموديل القديم هنا، ولكن ركزت انا على هذا الموديل الجديد هذا اللي بغيت نوريه لكم. هنا كما قلت لكم غادي نعسل جبت كميه من العسل وها ولا القريوش تاعي بعد ما كثر في الكسكاس نحطوا الحبه عادي بهذا الشكل. انا هنايا خلي ما خليتهش برد بزاف خليته دافي والحسل تاعي راه بارد. كما قلت لكم اذا خليتو القريوش يبرد زعما مليح كما نقولوا ساعتين ولا 3 دفوا الحسل تاعكم. انا ما زدت له والو، اللي بغي نكهه الماء زهر زيدوا له شويه تاع ماء زهر، ولكن انا هنايا خليت الحسل هكا ما درت له حتى نكهه. هنا طبعا اذا كنتو ديروا للدار عسلوا بالكميه اللي غادي تاكلوها تناولوها، والكميه الثانيه دسوها في علبه محكمه الاغلاق، لانه اذا عسلتوه كامل ودودو تجبدوا فيه غادي تلقوه الغدوه ولا ما غاتلقوه نشف الحسل تاعه. اذا عسلوه غير بشويه وقت كيما نقولوا الاستهلاك ضروري نديرو نزينو بالججلان، ججلان ابيض ولا ججلان مقلي كيما تبغوا. هذا هو النتيجه النهائيه تاع هذا القريوش شكل شباب، وايضا كميه لاباس بها كما قلت لكم برطل تاع فرينه خرج لنا كيلو تاع قريوش. ان شاء الله تجربوه وتعتمدوه هكا لمناسباتكم غادي يجي شباب بالتقديم وحتى
المناسبات ان شاء الله مع لاتاي يجي ان شاء الله يجي روعه. هذه هي طبعا العجينه، هذه هي اعتمدوها في كامل الانواع تاع الكريوش. هنايا غير الشكل هو اللي يتبدل. راني حليت لكم حبه راكم تشوفوا فيه. ان شاء الله نلقاكم في فيديو جديد ونقول لكم بقاو على خير، والى اللقاء في فيديو قادم.